بصوا بقى حبايب قلبي، تعالوا كده اهوت نتفرج على حاجات بسيطة كده جبتها لشهر رمضان. مشتريات بسيطة كده اهوت. يعني هي حاجات بسيطة كده اهوت خالص، بس قلت يعني ايه افرح البيت كده وافرح الولاد وافرح نفسي كمان طبعا. يعني حاجات تدخل بهجة كده اهوت في شهر رمضان، يعني لما تبقى حاجة جديدة بنستخدمها بتبقى لذيذة قوي بصراحة. تعالوا كده افرجكم على الحاجات. وشوفوها معايا بقى. حبايبي دي حاجات كده ايه يعني بسيطة كده. وأول حاجة جبتها، جبت اللي هو الغلاف بتاع التلاجة ده كده. آه، هم 4 مع بعض، بس حلو يعني الخامة بتاعته. بلاستيك كده يعني حلو، يعني ممكن تتمسح كده وتستخدم كذا مرة. بصوا كده اتقطعت، عايزة افتحها مش عارفة افتح منها. لذيذة اوي، هو كان عنده كذا نوع بس يعني عجبني النوع ده بصراحة. حسيت ان هو حلو كده متين يعني ويستحمل كده البهدلة بتاعت التلاجة. بصوا لذيذ اوي. دي اول حاجة كده هو جبتها. جبت كمان الصينية دي، ما شاء الله لذيذة اوي. بس بعد ما جبتها يعني حسيت ان هي خفيفة، يعني لو اتحط فيها كوبايات هتبقى مهزوزة، فهي يعني عايزة كنافة قطايف حاجات زي كده. بصوا بس لذيذة شكلها جميل. دي تاني حاجة كده. جبت كمان الشفشق ده بالعصير. انا بحتاج بصراحة يعني ازايز او حاجات زي كده كتير للعصير. فسألت العيال، قلت لهم ايه رأيكم نجيب دوت ولا نجيب ازايز من اللي هي بيبقى عليها بوجي وطمطم والحاجات اللي زي كده. قالوا لي لا ده شكله احلى. ده يا بنات كان عامل 60 جنيه. كان في ناس حاطه عليه 70، بس الراجل ده كان اللهم بارك حاطط الوان كتير قوي. فعامل عليه عرض ب60 جنيه. نسيت اقول لكم الطبق ده كان عامل 25 جنيه، اللي هي الصينيه ديت. ودي كانت عامله 20 جنيه. تمام. بصوا كمان لقيت واحد برضو حاطط دولت عامل عليهم عرض حلو قوي. كنت عايزاهم بصراحة من زمان. ده كان حاطط يعني أي حاجة ب10 جنيه. شكلهم جميل قوي ما شاء الله، والله جامدين. جبت الاتنين دولت، وجبت كمان اللي هما المربعين دولت أحط فيهم الخضار في التلاجة يعني. بصوا لذيذ قوي. برضو دوت كان الواحد ب10 جنيه. حلوين قوي اللهم بارك. جبت كمان المفرش ده جبته كده، قلت ايه يعني احطه كده على الترابيزه كده واحنا بناكل. بصوا لذيذ قوي ما شاء الله، يعني اكبر من متر كمان. هو بيقول لي متر، بس انا لما جيت هنا حاسه ان هو تبارك الله يعني اكبر من متر. بصوا جميل قوي. برضو خامته حلوه قوي يعني. بصوا من هنا مشمع، يعني برضو ناكل عليه ويتصبن كده لذيذ قوي. بصوا عليه الرسومات. انا بحب الراجل الكلبوزه ده، مش عارفه اسمه ايه بس بحبه قوي. عمو دوت جميل قوي. الاشكال بتاعت رمضان جميله قوي ما شاء الله. حاجات كده بسيطه يعني كده بتعمل جو بهجه بصراحه في رمضان. يعني بحب دايما في دخلة رمضان نجيب كده حاجات بسيطه كده ايه نفرح البيت كده. جبت كمان الشياله بتاعت البطاطس دي بتاعتي اتكسرت، وبقالي كام يوم بستخدم شوكة، وانا مش بحب كده يعني. بحب بصراحة ديت. كان عنده منها احجام. دي كانت عاملة 35، كان في الاكبر منها عاملة 40، وكان في اكبر كبيرة خالص كده هو كانت عاملة 60 جنيه. فجبت ديت، حسيتها صغنونة كده على قد التصاج يعني. لذيذة برضو اوي. جبت كمان السكينة ديت عشان السكينة بتاعتي بردت خالص. فجبت السكينة ديت برضو، قلت حلوة كده في تقطيع لحمة او فراخ او كده هو بإذن الله. جبت كمان حاجة بقى ايه، بصوا كان نفسي فيها بقالي كتير قوي، قلت اعملها كده ديكور في المطبخ في رمضان. كان نفسي فيه بصراحة بقالي زمان قوي يعني، نفسي اجيبه.
فالحمد لله جبته كده. بصوا الجمال جميل قوي. انا بحب الفوانيس اللي هي الصاج دي بصراحه، بيبقى شكلها جميل قوي كده. قلت كده يعني ايه احطه كده هنا في رمضان، يعمل جو بهجه كده في المطبخ، يعني لازم افرح المطبخ برضه. جبت كمان يا بنات الكوبايات دي، انا اشيل الحاجات دي. جبت يا بنات كمان الكوبايات ديت، جبت منهم 6 كوبايات، لان انا بصراحه برضو كوباياتي اتكسرت. دولت جايباهم بقالي فتره، جايباهم من قبل رمضان يعني، وشيلتهم قلت مش هطلعهم غير على شهر رمضان باذن الله. دول يا بنات كانوا التلاتة عاملين 30 جنيه، جبت 6. ما شاء الله شكلهم جميل. بس ربنا يستر بقى ما يفرقعوش، لان الحاجات الرخيصه دي بخاف منها، خاصه في لما يكون الجو ساقع كده، مش عايزه تتحط على الرخامه بقى كده، عايزه تتحط في طبق، وربنا يستر بقى منها. بس شكلهم جميل ما شاء الله. بصوا شكلهم حلو قوي. بحب انا الحاجات ديت كده بتاعت رمضان. بس يا بنات، وديت كده كانت الحاجات المشتريات اللي انا جبتها. الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام بخير، ودايما مجددين، ودايما فرحانين، ودايما متهنيين في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين.